تصنيف الناس في عقلك لمجموعة ناس كويسة ومجموعة ناس وحشة بيوقعك في أخطاء كتير. أولهم إن مش بتبقى شايف الحقيقة اللي بتحصل قدامك زي ما هي. يعني شخص ما بتصنفه طول الوقت أو شايفه طول الوقت على إن هو شخص كويس، فأنت لما يطلع منه الأفعال دي مؤذية بالنسبة لك، أنت مش هتشوفها، عقلك مش هيشوفها، أو دايما هيلاقي لها مبرر كويس أو دافع كويس. وفي نفس الوقت لو شفت شخص طول الوقت بتقول عليه إنه هو شخص وحش، لو عمل اتجاهك سلوك كويس برضو هتبقى شايف إن السلوك ده الغرض منه حاجة مش كويسة. السبب التاني إن تصنيف الناس لكويس ووحش بيخليك مع الوقت يبقى عندك كبر داخلي، يبقى عندك غرور داخلي خافي كده، اللي هو انت شايف ان طالما انا في ناس كويسة يبقى انا تبع الناس الكويسة، وبالتالي عينك دايما هتشوف النواقص اللي موجودة في الناس اللي حواليك فتبوظ علاقاتك مع الناس اللي حواليك. نفس الكلام لو طول الوقت شايف ان انت شخص وحش، يبقى دايما هتشوف نفسك اقل من اللي حواليك، وبرضو هيعمل عندك مع الوقت احساس بالذنب والعار، واللي بيؤدي برضو لكبر خفي.